رفايع للمطبخ في الصيف تستاهل 10 من 10 ونجمة. تعالوا اوريكم شوية حاجات اشتريتها عندي للمطبخ خطيرة. اول حاجة عايزة اوريها لكم الكوفي بوكس بتاعي القديم، كنت جايباه من فترة وحقيقي طلع بشع. هنا كان مكتوب كلمة كوفي وكلها وقعت، وعايزة اقول لكم ان الدهان ده كده قشر لوحده، اما الجزء اللي من تحت ده لما جه عليه مية بقى بالمنظر ده. اوعوا تجيبوا النوع ده، عشان كده قررت ان انا استبدله بحاجة تبقى خشب من غير اي دهان خالص. الازاز بتاعه ده اكريليك حلو جدا، كمان بيشيل كمية كبيرة ومتقسم بالشكل دوت، بجد شكله تحفة. ده غير ان هو ما بياخدش مساحة كبيرة على الرخامة او في الكوفي كورنر، شكله حلو جدا، خد كمية كبيرة جدا من المشروبات وبقى شكله تحفة عندي على الرخامة، وهيليق عندكم على اي لون او ديكور للمطبخ او الرخامة. جبت كمان طقم الصواني الميلامين الخطير دوت، وده اول مرة ينزل 4 قطع. المقاسات بتاعته حلوة جدا، المقاس الصغير ده تحفة والاتنين الوسط حلوين جدا. المقاس الكبير هتلاقوه بيشيل حاجات كتيرة، وما كانش ينفع اعدي الاوردر كده من غير ما اجيب مج للايس كوفي يكون شكله حلو وترندي، وبيجي معاه كمان الشاليمو الازاز بتاعته شكله تحفة. جبت كمان المضرب بتاع النسكافيه دوت، وده احسن حاجة جربتها، هو براند سوكاني. بيجي معايا مضرب للنسكافيه ومضرب للكريمة او للبيض، والاتنين تحفة. المضرب بيعمل فوم خطير، الحمد لله بقاله عندي شهور وما جرالهوش اي حاجة، فده هاتوه على ضمانتي. وما تنسوش تقولي لي رايكم في حلاوة المج. هسيب لكم لينك البيج تحت في الكابشن.